السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل باذن الله الباميه المجمده. في ناس كتيره جدا ما بتعرفش تعملها او بتطلع معاها مش مظبوطه علشان مجمده وكده. انا النهارده باذن الله هقول لكم طريقه جميله جدا هتخلي الباميه طعمها تحفه كانها فريش. كده بسم الله. وهنجيب الباميه المجمده. بصوا هي بيكون شكلها كده. على فكره الباميه دي انا مفرزاها، عايزه اقول لكم من السنه اللي فاتت. اول حاجه هنجيب حله فيها معلقه سمنه على معلقتين زيت، ونحط فيها البصلايه كبيره كده متقطعه صغير، ونبدا ان احنا نشوح في البصلايه علشان نطلع الريحه بتاعه البصل الجميله مع السمنه وكده يعني. ما شاء الله يعني البصل مع الباميه بيدي طعم حلو قوي ونكهه جميله قوي لما بنشوح فيها الباميه. يعني الباميه ما بنحطهاش في الصلصة كده على طول، لا، احنا الاول بنجيب بصلاية مع شوية سمنة وشوية زيت، ونروح حاطين فيها آه البصل، وبعد كده بنحط فيها الفصين التوم زي ما حضراتكم شفتوها كده، ونروح نازلين عليها بالبامية. حتى شوفوا البامية مجمدة اهي، مش فريش، بس ما شاء الله جميلة جدا. لما تعملوها بالطريقة دي هتحسوا فعلا ان البامية اللي يدوقها والله ما هيصدق ان هي مجمدة. عملتها قسما بالله، كان بصوا كان طعمها سكر كده. يعني سبحان الله، اهم شيء اهم من العمايل الطريقة اللي الواحد بيعمل فيها الاكلة او الوصفة او كده. انا سبتها دلوقتي كده تتشوح مع البصل والثوم مع نفسها، مش كل شوية هقلب فيها. دلوقتي هنجيب اللحمة علشان البامية طبعا ما ينفعش نعملها غير باللحمة. جبت حلة سخنتها على النار، وقطعت فيها حتة دهنة كده صغيرة من بتاعة اللحمة على بال ما تسيح شوية. كنت انا بقلب البامية بديها تقليبة علشان ما فيش حاجة منها تتحرق في جنب او كده، وتتبل كويس مع البصل والثوم. نرجع تاني اللحمة نقلب الدهنة كويس قوي كده لغاية لما ينزل الدسامة اللي فيه، لان الدهنة دي اللي احنا هنشوح فيها اللحمة. عندي اللحمة بلدي، قطعي القطعية اللي انت عايزاها كبيرة تمام، عايزاها صغيرة براحتك خالص. القطعية دي من السن اللي هو بيكون يشبه الريش كده. انا بصراحة احسن قطعية بحبها في اللحمة هي السن، لانها بتمشي في لو هنعمل بقى الخضار، لو هنعمل محشي تبقى دسمة كده وتجيب شوربة كده تعمل شوربة حلوة، وبكون طعمها حلو. بصراحة انا ما بحبش اللحمة الحمراء قوي. كده دلوقتي بعد ما شوحنا البامية بالبصل وفصين الثوم، جبت الصلصة دي او الطماطم المفرومة وحطيتها على البامية علشان تكمل سواها. حطوا الكمية اللي هي تناسب البامية ونقلب كده. ما شاء الله كمية الصلصة كده مظبوطة قوي، مش محتاجين نحط اكتر. عايز اقول لكم على شيء، الصلصة اللي انا بعملها دي لما كانت الطماطم رخيصة، كان الكيلو ب3 جنيه تقريبا، كنا بنجيب الطماطم ونخزنها علشان الوقت اللي هي بتغلى فيه. دلوقتي الطماطم ب20 جنيه. نبدأ ان احنا بقى نقلب اللحمة على الجنب التاني كده. بصوا شكلها متحمر ازاي، انا عايزة المنظر ده. بصوا ما شاء الله اللهم بارك كده، ان احنا بنقفل المسام بتاعة اللحمة، وعلشان ما تنزلش الصوص اللي فيها او السائل اللي فيها وتبقى ناشفه، لان هي كل ما نحافظ عليها ونقفل المسام تبقى حته اللحمه عامله زي الاسفنجه كده، حاجه طريه، تبقى طعمها موجود فيها، وتبقى حاجه طريه ما تبقاش ناشفه كده لكنها حته بلاستيك. ما شاء الله ريحه اللحمه تجنن. انا بقى لما بشوح اللحمه لازم وانا بشوحها تكون في ميه بتغلي ليها زي ما حضراتكم شايفين. مجرد ما اتاكدت ان هي اتشوحت جبت الميه وحطيتها على اللحم. وهنا بنحط البصل وبنحط الجزر، بيدي للشوربه او المرقه طعم حلو قوي. ودلوقتي هنا بحط شويه فلفل اسود وشويه جوز الطيب. اما الملح مش هيتحط غير لما تبقى 3/4 سوا. بصوا نقلب، اللهم بارك، مفيش ريم ولا في طبقه ريم زي ما احنا بنشوف ولا اي شيء. اللحمه زي الفل حتى وهي يعني في اول الغليان، اللهم بارك، مفيش فيها ريم ولا اي شيء. ليه؟ لان احنا مشوحين اللحمه. بصوا كده انا بوريكم الباميه بعد ما اتشوحت شكلها عامل ازاي.
بصوا خضرة وجميلة ما شاء الله، اللهم بارك. عايزة اقول لكم على شيء، كان فيها سكر، يعني وهي بتتاكل كان طعمها سكر. بصوا بنخلي البامية تتشرب الصلصة بتاعتها او التسبيكة بتاعتها، علشان الصلصة تدخل جوه البامية ويكون طعمها حلو، تكون متبلة، يكون فيها نكهة، لان زي ما احنا عارفين بامية مجمدة مش فريش. بس والله بالطريقة دي اللي يدوقها مش هيصدق خالص ان هي بامية مجمدة. واحلى شيء لما احنا نخزن البامية بايدينا احنا، وبننضفها ونغسلها ونخزنها بايدينا بدون اي مواد حافظة ولا اي شيء. كده حطينا قرن فلفل على البامية لانه بيديها طعم ونكهة جميلة جدا. ويا سلام بقى لو قرن فلفل سبايسي. حطينا كده 2 معلقة مرقة كبيرة على البامية علشان كانت تقيلة شوية. خلي بالكم برضو علشان ما تلزقش، لازم تكون عيون على الحاجة. بصوا الصوص بتاعها والبامية ما شاء الله جميلة. دي عايزة بقى شوية رز بالشعرية، ويا سلام لو رغيف كده، ايه الحقوا الرز بالشعرية. بصوا لسه بقول لكم جت على طول. يلا رز بالشعرية طريقته: بنجيب معلقتين سمنة على معلقتين زيت، ونحط عليهم شوية شعرية، ونشوف نحمرهم نفس الشكل ده كده. مش عايزينها يكون لونه احمر قوي، الشعرية تكون لونها احمر قوي ولا محروقة علشان ما تغمقش معانا الرز. وهتشوفوا دلوقتي لما بيكون الشعرية لونها ذهبي الرز بيكون شكله عامل ازاي. دلوقتي برضو ما تنسوش المية برضو مغلية للرز، كل كوباية رز مصري عليها كوباية مية مغلية ومعلقة ملح من اللي هي بتاعت الشاي. نبدأ نقلب كده كويس قوي. على فكرة وانا بحط الملح حسيت ان حطيت ملح زيادة شوية، فقلت لا ما ينفعش. بصوا حتى هتلاقوني اشيل المعلقة، هشيل منها سنة كده شفتوا. يعني احنا برضو بنبقى عارفين اذا كان الملح هيبقى زيادة او مش زيادة. ليه بحط الملح على المعلقة؟ علشان لو زيادة بلحق ان انا ايه يعني انقذ الموقف. وعايز اقول لكم على الرز كان برضو مسكر. كده البامية ما شاء الله تسبكت معانا. هننزل عليها دلوقتي بقى باللحمة اللي استوت معانا بقى. وعايزه اقول لكم عملت مرقة، بصوا يا سلام يا سلام يا سلام بقى على الحته بقى الدسمه ده السمينه دي، تتحط كده مع الباميه كده وتتاكل برغيف عيش بقى كده. هنا الرز استوى، ونبدا ان احنا نغرف. وحطينا اللحمه في الباميه وسبناها ان هي ايه تشرب من بعضها شويه. بصوا طبق الرز الجميل، بصوا الرز شكله عامل ازاي، هتشوفوا دلوقتي. بصوا لونه ما شاء الله. اهم شيء، اهم من الاكل التقديم. تقديم الاكل في طبق يكون حلو كده شيك، والرز يكون قمر كده وريحته حلوه بجد، يعني اللهم بارك يعني. ودي كمان الباميه باللحمه، شايفين بقى يعني الواحد وهو بيغرف كده ما كانش يعني عايز يخلص بسرعه عشان من جمال الاكل وريحه الاكل اللهم بارك. بيفتح النفس. بصوا الباميه صغنونه ازاي وجميله وما شاء الله، يعني لونها اخضر جميله جدا. يا سلام على القمر ما شاء الله اللهم بارك. جربوا نفس الطريقه اللي انا عملتها، بصراحه مش هتندموا. وده كده شكل الباميه وشكل الرز بعد ما غرفنا. بصوا القمر. انا بس الطبق ده انا همسحه دلوقتي بمنديل عشان ما ينفعش نقدمه كده. بصوا كده مسحت الطبق، وده شكل طبق الباميه الجميل اللي باللحمه والرز بالشعريه بقى، اللي لونه عامل زي بيبرق كده زي الذهب. الشعريه فيه متحمره زي الذهب، والرز ما شاء الله بياضه بياض تلج، يعني ما شاء الله شكله حلو قوي. وبألف هنا وشفا. اعملوا الطريقه مش هتندموا. مع السلامه.